السلام عليكم. أنا أرملة وبجوز بنتي، واللي مجهز بنتي طبعا إخواتي وإخوات جوزي والناس في عيلة الخير. طبعا اللي هي طبعا دي الظروف بتاعتها مش قادرة تجوز بنتها، فطبعا إخواتها وإخوات أهلها ساعدوها، والناس برضو اللي قدروا برضو يساعدوا بيساعدوا. طبعا جهزنا الفرش عشان هيروح على بيت العريس. طبعا احنا قبل مثلا الفرح بناخد الفرش ونروح نوديه بيت العريس. فبنت عريس بنتي حصلت حقيقي مع ام العريس. لما شافت الفرش فضلت تزعق في الشارع: ده فرش يدخل به ابني، انتوا مش قادرين تجيبوا فرش لبنتكم زي الناس، مش عاملين زي مرات ابن الكبير جايبه فرش مش عرفنا من كتر نحطه فين. طبعا اخواتي زعلوا وعمام البنت من اللي حصل، وقالوا الست دي هتتعب بنتك ومش شاريه، يبقى الاحسن نروح ناخد الفرش بنتنا ونديها لواحد ابن ناس يستحقها مش يحتقرها. وقولوا لي اعمل ايه، انا خايف اخرب على بنتي. طبعا معايا فضيله الشيخ هو اللي هيرد على السؤال ده. اتفضل يا فضيله الشيخ. ربنا يزيد فضلك. الحمد لله رب العالمين القائل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الجواب على الأخت السائلة: وما توفيقي إلا بالله. إن هي ربنا بعت لها أعوان خير، إخواتها وإخوات جوزها اللي هم أعمام البنت وإخوالها وفاعلين الخير، والبنت اتسترت وراحت، وحماتها اللي هي أم الزوج استشوت الفرش. أم الزوج لو بصت بصة دينية عقلية إيمانية، مش بصة عاطفة ولا بصة مرآة، هيبقى عندها يقين، والوزع الإيماني في داخلها من جوه هيتحرك. مين العروس ابنك اللي رايح؟ سيبك من الفرش، مش تبص للماديات الصغيرة دي، بصي للزوجة اللي رايح على بنتك صاحبة الدين، هتبقى أمي لولاد ابنك. وأنا ما أنا كفاية عليا ممكن أتزوج واحدة حلوة، بس الواحدة الحلوة ديت تفسد عليا بعد كده، زي اللي عاجباه ساعة جميلة كده ولقي ساعة حلوة في الباترينا وراح شاريها، وبعد 3 أيام الساعة وقفت، هيروح رامي الساعة في الأرض. هيروح راميها. مع ان في ساعة أصيلة وأنضف منها ومنظرها مش حلو وتخدم سنوات، بس هو عجبتها دي المنظر بتاعها، لبسها يمين وراح راميها. عجبها المنظر. عجب المنظر. ما هي دي هتبقى أم عيال. الأول شوفي مرتبك اللي داخلة دي نظامها إيه؟ سيبيكي من الفرش، سيبيكي من الفرش عشان الوزع الإيماني وترضى رب العباد. أقلهن مهرا أكثرهن بركة. ده كما قال حضرة النبي. السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي بن أبي طالب لما راح يتزوجها سكت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب إليها أبو بكر الصديق، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيتزوجها من هو خير. ذهب إليه عمر بن الخطاب، عايزين النسب بتاع رسول الله، قال تزوجها من هو خير. لما جاء عرفوا بقى قالوا يبقى في حاجة معينة. ذهب رسول الله علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إلى رسول الله، متربي في بيت الرسول وعارف أخلاق فاطمة. وفاطمة من؟ بنت خديجة رضي الله عنها. وما أدراك ما خديجة؟ تربية خديجة هي تربية أي حد. ده بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت اللي كان بيجي له سيدنا جبريل، وأمها خديجة. خديجة اللي قالت لحضرة النبي: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل للرحم وتحمل الكل وتكرم الضيف وتكسب المدون وتعين على نبي الدار. فيك الخصال الحلوة كلها يا محمد، أنت شايل المصباح اللي منور وإحنا ماشيين ورا منه على النور عشان نخش الجنة. بنت رسول الله. فراح سكت، استحى أن يتكلم مع رسول الله. فقال رسول الله له: عرف مراد بأمر من الله عز وجل: يا علي أتريد فاطمة زوجة لك؟ فتبسم فقال: أما عندك شيء يا علي؟ شوف حتى الزوج نفسه مش عندك مهر؟ قال: لا. ولا في بيتك حاجة؟ قال: درعي الحطمية اللي اتكسرت في المعاد. قال: أتيني بها يا علي. فلما جاء بها علي إلى رسول الله قال: اذهب فبحها. راح بحها ب7 دنانير، أو في روايات أقل أو أكثر. فقال: خذ يا علي، اعطي فاطمة تشتري لها ثياب، وخذ ده جهز به سرير من جريد، وجهز. زفت فاطمة بنت رسول الله لسيدنا علي بن أبي طالب، سيدة نساء أهل الجنة، أم الحسن والحسين، سيدة شباب أهل الجنة، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي رحقت برسول الله بعد موت رسول الله ب6 أشهر. زفت على سرير من جريد، وجربة تحط فيها مي، 4 حاجات، ورحى
تطحن عليها الغله، وكانت لما ايدها تتعبها من الطحين الشعير. راحت لحضرة النبي قالت ما تخلي لي خادم، ايدي ورمت. قال لها خادم؟ انت عايز يقول ان رسول الله ادى بنته خادم؟ قبل ما تنام يقول سبحان الله 33، ويقول الحمد لله 33، ويقول الله اكبر 33، وكمل ال100. تقول ففعلتها وفعلها علي بن ابي طالب منذ ان سمعها من رسول الله، فربنا جوها على الطحن. وقطعه قطيفه كانت واخداها من السيده خديجه، كانت الثمره بتاعتها الحسن والحسين، سيده شباب اهل الجنه. مش تبص للفرش، مش تبص للفرش. ونصيحتي ليكي اخلي ام الزوج حمات بنتك، شوفي واحد صالح من قريبه هيكلمها كلمتين، يقول لها دول بص للحاجات التافهه اللي هتتكسر بعد سنه سنتين، بص اللي دخلت بيتك ايه، هتنور بيتك وبيت ابنك. وان كانوا شارين بعض بنتك وعريسها ما تراجعيش ولا تكسر بخاطرها، وتزوجوا على بركه الله وربنا هيجيب الخير. واهم حاجه الولد اللي هياخد البنت ويحافظ عليها كان صاحب دين، اوعي تكسري وتضيعي الامور ما دام هي مقتنعه بيه. طبعا شكرا لك يا فضيلة الشيخ على الرد والجواب الممتاز ده. وطبعا في ستات كتير جدا بتقلل من قيمة الحاجة اللي بتجي لها. يعني طبعا انت بصي للي داخله بيتك، انت البنت اللي داخله بيتك دي تشوفيها اذا كانت على خلق واهلها على خلق، بدل ما تجي تتعب ابنك وبعد كده هتخليه يطلع روح اهله في المحاكم. فما مش تبصي للماديات، انت بصي للبنت اللي داخله فعلا بيتك. طبعا كان رد الشيخ طه طبعا على السؤال ممتاز جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.